الكائن السوري الإخواني بقى لما يتعامل مع واحدة ست بتنتقده طبعا، مش من الفصيل بتاعهم. لو هي مش لابسة حجاب يقول لها اجري روحي غطي شعرك والبسي الطرحة عشان انت فاسقة وفاجرة وداعرة. لما تكون محجبة، لو سنها كبير شوية يقول لها يا شمطاء يا مش عارف ايه. لو شوية بتاع يا اما يقول لها اجري روحي المطبخ شوفي اعملي الفتوش والفنوش والبتاع اللي بيعملوه ده. ادي الكائن الاخواني السوري. لان هم كلهم بينضحوا على بعض يعني. وتلاقي كائن اخواني معاون ليه بقى من مصر يقول لك انت عايزه ايه من اخواتنا الحلوين، اخواتنا السوريين اللي مالين علينا حياتنا مالين علينا دنيتنا. واحنا طبعا ايه، هو طبعا بيأجر بقى شقق وبيبيع شقق وبيكسب قد كده منهم وبيدور فلوس الاخوان معاهم يعني. فطبعا بالنسبه لهم الناس اللي عايزه تستريح في بلدها دي مش ملهاش لازمه. هو الراجل مدور السبوبة بقى، وغير بقى ان هم عينهم برضو على انهم يبوظوا البلد برضو زي ما كانوا قاعدين معاهم في رابعة. وهم نفس الناس اللي كانوا جايين على البوارج التركية وقال لك بدنا نحرر مصر. مش ده برضو اللي كانوا بيعملوه؟ دلوقتي برضو نفس النغمة بيقول لك عقبالكم لما تتحرروا. يا حبيبي احنا متحررين الحمد لله، احنا عمرنا ما سيبنا بلدنا محتلة، ولو في اي حاجة احنا بنحارب وندفع الدم عشان بلدنا دي تبقى حرة. فيعني احنا مش انطاع، ما رحناش استنطعنا عند حد وسيبنا بلدنا تحتل. لا، احنا بنقعد لاخر قطره في دمنا ودم عيالنا عشان البلد دي ما تحتلش، مش انت تيجي تحتلها انت وتقعد لنا فيها. وبصراحه ربنا ان هم يقعدوا يحتفلوا دوت في الشوارع، ده اسمه ايه؟ وفي بلد في الدنيا بيسيبوا الناس تحتفل في الشوارع ويبقى اعداد مهوله زي ما حصل برضو قبل كده في فيصل، احتفال السودانيين. يا جماعة دي بروفا، بيعملوا بروفا وبالونة اختبار، بيشوفوا هما لما ينزلوا بقى كده بكترتهم وعددهم دول هيعملوا ايه. واتقال برضو من كائن منهم برضو قال لك احنا كتار مش هتقدروا علينا. يعني ايه مش هنقدر عليكم؟ ده انت متعرفش الشعب المصري ده ايه. ده الشعب المصري ده لا يمكن يرضى بأي حد يفرض إرادته عليه مهما كان هو صفته ولا نعته ولا أي حاجة. وبعدين يعني اللي يقعد في بلاد الناس والعالم يقعد مؤدب وبأدبه، مش يقعد يقل أدبه بكبرت شتيمة وقلة أدب. كل ما تقول لواحد سوري روح بقى الحمد لله ما انت بتقول اتحررت وبشار مشي، قال لك لا ده لسه في قصد ما مشيوش ولسه إسرائيل قاعدة، أو لسه اللي هيجي تاني، لسه بقية الاحتلال هيجي تاني من دول تانية. واحنا بقى ذنبنا ايه؟ احنا مالنا احنا؟ وهو المصري ده ذنبه ايه يعني؟ ان انت قاعد عايز تقعد تمدد في بلاد العالم بقى تكسب وتنهب وتعمل وتقول احنا لسه ما اتحرروا واحنا لسه بقية الاحتلال ما مشيش. ذنبنا احنا ايه بقى؟